السلام عليكم، واش الخوت مزيانين بخير؟ لاباس عليكم؟ المهم هذا الفيديو هذا غنهضر على واحد الموضوع مهم بزاف. جوج الحوايج: الدراري اللي عايشين هنايا في اوروبا بلا وراق، والناس اللي كتفكر تجي تعيش هنا في اوروبا. تسمعوا مزيان هادشي اللي غنقول لكم قبل ما ترتكبوا بزاف ديال الاغلاط اللي عملوهم بزاف ديال الناس وندموا عليهم. بزاف د الحراقه كيجيو لنا لاوروبا، كل واحد واش من دوله كيقصد. كل واحد واش من دوله كيقصد. كاين اللي كيقصد اسبانيا، كاين اللي كيقصد الانجليز. انا غنهضر لكم على القضيه بنادم اللي كيمشي دوله لدوله واللي ما كيبقاش مستقر في واحد الدوله. وهذا الموضوع هذا كيتعلق بالورق. دابا شحال من واحد يحاولوا دابا اوروبا، اي دوله في اوروبا يجي لها حاله كيبقى فيه واحد المده يعدل الورق ديالو. هاد القضيه لا. هنا في اوروبا كاين دوله واحده اللي باقي فيها الغفله ديال الورق، اللي تقدر تعدل الورق ديالك، هي اسبانيا. اسبانيا راه اي واحد تقول له اسبانيا يقول لك بلاد الوراق. اسبانيا. ايطاليا على حسب ما عاودوا لي الدراري اللي عايشين تما، ايطاليا القانون ديالو ما عندوش شي مثلا بحال اسبانيا تكمل 3 سنين تما تعدل الوراق. عندهم ديك الشيء يعني كل مره وفوقاش كيخرجوا ديك القانون ديال الوراق كيدفعوا. يعني كاين اللي كيضربوا 5 سنين 6 سنين عاد كيخرج لك القانون. احسن دوله اللي كاينه هنا في اوروبا بالنسبه لواحد يعدل فيها الوراق هي اسبانيا. شوف، غنهضر دابا على المينوريس، الدراري اللي السن ديالهم تحت 18 سنه اللي كيجيونا لاوروبا وكيفكروا يمشيو لدوله اخرى. ما كيبقاوش في اسبانيا، كيمشيو للسويد، كيمشيو للدنمارك، كيمشيو لفرنسا، كيبقاو يتساراو كيتساراو كيتساراو، كيكملوا 18 ديالهم، ما كيبقاو ديك الساعه صافي. ما كيتصعب عليهم بزاف يعدلوا الوراق. ماشي تصعب عليهم باش يعدلوا الوراق، خصهم ديك الساعه يرجعوا لاسبانيا باش يضربوا هنا 3 سنين عاد باش يقدروا يعدلوا الوراق. وتما شوف راه كاينين سينتروز دو مينوريس في اي دوله كاينين، ولكن الوراق ما كيعدلوهمش. ما كاينش شي دوله في اوروبا من غير اسبانيا كتعدل الوراق. نم مينوريس ونم مايوريس حتى الناس كبارين. مينوريس كيكملوا 18 كيعدلوا الوراق، الناس كبارين فوق 18 كيجيو لنا هنايا كيستناو المده ديال 3 سنين بالبروفاس وكلشي، وكيدبروا الكونطراتو كيدفعوا على الوراق. بزاف الدراري كيجيو لنا هنايا من اسبانيا كيكونوا مينوريس، كيدخلوا سينترو دو مينوريس ومرا خصهم كيخرجوا كيهربوا منه كيمشيو من فوقي فرنسا، خصهم يعيشوا الحياه. حق ما كيدركوش باللي ديك السن ديالهم راه كيمشي، راه السن ديالهم كيضيع ديك يعني المينوريه ديالهم كتضيع. نهار اللي كيكملوا 18 كيندموا كيقولوا علاش ما بقيناش في اسبانيا. والاغلبيه الحراقه اللي كيجيو لنا هنا لاسبانيا وكيطلعوا الفوقي 90% ديالهم كيضرب تما واحد المده عاد كيرجع لاسبانيا. علاش؟ حيت عارف الدوله الاخرى اللي مشى لها ما فيهاش الوراق، ما كيعدلوش الوراق. كيعدلوش الوراق مره وقدروا الا شبروك بوليس تما يرجعوك للمغرب. ماشي بحال اسبانيا كتعدل فيها البروفاس كتكمل 3 سنين ديالك كتعدل الوراق. ولا جيتي مينور اقل من 18 سنه كتدخل السينترو كتكمل 18 سنه ديالك كتخرج بالوراق ديالك ديال الخدمه. انا عارف يعني بزاف منكم الحلم ديالو يمشي يعيش في فرنسا، ولا الحلم ديالو يعيش في بلجيكا ولا المانيا ولا السويد ولا الدنمارك. المهم كل واحد وشنو عنده في بالو واش من دوله اللي خصو. ولكن الواحد يفكر في المستقبل ديالو يفكر في ديك الوراق، حيت الوراق هما كلشي. واحد القضيه اللي مطور كيعدلها، كاين بزاف كيعدلوها. كيجيونا هنا اسبانيا، اللي كنهضر على اللي فوق 18 سنه كيجيو هنا اسبانيا كيعدلوا شهاده السكنه، كيعدلوا البروفا شي حاجه اذا شي ورقه ديال الطبيب، كيعدلوا ديك البروفاس هادوك. كيطلعوا الفوق كيطلعوا كيخدموا يمشيو لفرنسا كيخدموا كيضربوا واحد المده ديال عام ولا 6 شهور كيرجعوا لاسبانيا عاود كيعدلوا شي بروفاس، عاود كيعدلوا شي بروفاس عايده وهي ماشيه. يعني كل 6 شهور كل عام كيعدلوا واحد جوج بروفاس 3 ديالهم باش ملي كيكملوا هنا 3 سنين بديك البروفاس ديالهم كيجيو لاسبانيا كيدبروا الكونطراتو. يا اما كيدبروا عند شي واحد يعني كيخدم، كيمشي يخدم معاه، ولا كيدبروا بفلوس. يعني كاين طريقه الزواج، والطريقه شو واحد قضيه دابا قلت طريقه الزواج. اي دوله هنا في اوروبا الا بغيتي تتزوج وانت حارق في ديك الدوله هذيك في بلادهم بغيتي تتزوج كيقول لك خصك ترجع للمغرب ومرا تطلعك. في اسبانيا لا. في اسبانيا عندهم هنا النورماز ديالهم القوانين. يعني شحال المده خصك تكون عندك شهاده سكنه مع ديك اللي غتزوج بها وداك الشيء، كتدفع على الوراق ديالك كتشبرهم بلا ما تحتاج تهبط من المغرب. فلهذا الدراري نصيحه اللي كيفكر اللي مصير انه يجي لنا اوروبا ويجوز واحد تيمبو في اسبانيا ولا يطلع شي دوله اخرى فرنسا ولا المانيا، يحاول يعمل البروبوز ديالو هنا في اسبانيا، حيت غيجي واحد الوقت غيجوزو اعوام واسبانيا غتجيلو في بالو وغيرجع يعني تبان له في اسبانيا، يرجع لاسبانيا. شحال انا قلت لكم بزاف شحال الدراري طلعوا الفوقي فرنسا المانيا يجوزو 3 سنين 4 سنين في الاخر كيشوفوا
الوراق مستحيل يعدلوهم، كيرجعوا لنا اسبانيا، كيرجعوا كيبداو يعدلوا بروفاج ويعدلوا الوراق ديالو. فلهذا الدراري نصيحه ديالي لكم هي الواحد الا كيفكر يجي لهنايا ولا اللي عايش هنا، عايش في شي دوله اخرى وباقي ما عندوش الوراق شي دوله اخرى غير اسبانيا، يحاول يجي لهنا اسبانيا، يعمل البروفاج ديالو، يعدل الوراق ديالو. ديك الساعه اللي عدل الوراق ديالو يبغي يرجع عندك البلاد اللي كان فيها يخدم فيها. هنا الدراري شوف، تجيو لهنايا تجيو بحالكم اسبانيا، صبروا، عملوا التكوين. الا عندك الصنعه مزيانه كتخدم، نهار اللي كتكمل 3 سنين ديالك، كتجي كتكمل 3 سنين كتدفع على الوراق ديالك. ملي كتصب هذيك الوراق ديك الساعه كطلع بحال الفوقي الا بغيتي تخدم الفوقي تخدم، ديك الساعه كتكون بوراقك، كتكون يعني قانوني، كتخدم في اي دوله هنا في اوروبا. ولكن الوراق هنا الدراري خصهم يكون عندك الوراق ديال 5 سنين، و5 سنين خصك تجيب هنا واحد مثلا 8 سنين ولا 10 سنين هنا في اسبانيا باش تقدر تصبر ديك الوراق 5 سنين. بزاف الدراري سواء مينوريس ولا مايوريس بزاف كيدخلوا عليا كيقولوا لي خويا اسبانيا واش كيصوب فيها الوراق، كيفاش القضيه ديالها. يعني خصهم يجيو لنا اسبانيا، كيسمعوا بلي ان اسبانيا كيعدلوا الوراق، كيبغيو يتاكدوا، خصهم يجيو لنا باش يعدلوا الوراق ديالو. فلهذا اسبانيا الواحد يصبر فيها. هادشي اللي كاين اخوتي ديالي، وشكرا اي واحد كيبارطاجي لنا الفيديوز ديالنا وكيخلينا تعاليق ويصيفط لنا ميساجات زوينين. شكرا لكم بزاف الخوت، السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اللي ماشي ان شاء الله.